السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله من ضمن تحضيرات ديال رمضان غادي نشارك معكم واحد التحضيرات هكذا بساطين ولكن غادي ينفعوك حبيبتي. غادي نعطيكم افكار، غادي نعطيكم المهم غادي نشارك معكم. المهم شحال من حاجه. هنا غادي نشارك واحد المايونيز اللي غادي يجي زوين، ما تشريش حبيبتي، كلشي غالي، غادي نقادو في الدار. وشي حاجه اللي غادي تعرفي اشنو قاديتي في الدار، شي حاجه اللي صحيه. هنا كذلك غادي نشارك معكم الهريسه، ولو انني خدمتها معكم مرارا وتكرارا في القناه. غادي نشارك معكم الفرماج الموتزاريلا. نشارك معكم الموتزاريلا اللي غادي تكون من السما تتجي بنينه يا البنات. غادي نشاركوا كذلك داك الزيتون اللي تيكون مقطع اللي تنبغيوه هكذا الحشوات. الزيت ديال البيتزا اللي تجي بنينه وتتنسم فيه على البيتزا. المهم افكار وحيل كثيره. غادي نشرملو هكذا، ندير واحد الطريقه ديالي كيفاش ديال الدجاج مشرمل. كلشي غادي تشوفوه هنا في الفيديو. نتمنى ما تنساونيش من اللايك البنات. الله يجزيكم بخير، واللي تنساو ليا اللايك ديري حبيبتي دابا دابا، ديري ليا لايك، الله يجعلها في ميزان حسناتك. المهم الفيديو غادي يعجبكم، وانتي اللي يلا تشوفي فيها اول مره وما مابونياش تدخلي حبيبتي جيبي دوره في القناه، غادي تعجبك لان القناه كلها افكار وكلها المهم هكذا. لما استفدتي ما كاينش الفيديو اللي ما غاديش تخرجي منه بالاستفاده. الحمد لله القناه ما عندي فيها لا صداع ولا مشاكل ولا بكي عليا نبكي عليك ولا بالعكس، كلها هي طاقه ايجابيه وكلها غادي ان شاء الله تستفدي منها. اول حاجه نبداو كما قلت لكم بالفرماج الموتزاريلا اللي يجي صراحه زوين. كما تنعرفوا هو ما تيكون فيه لا مذاق ولا نكهه. هنا تنسموه بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه. بعد ما قبطوه، المهم تنقبطوه هكذا الفرماج تنحكوه. الا هكذا ما بغيتيش تحكي ممكن تديريه طريفات وتديريه في الهاشوار. تنديرو معاه معلقه ديال النشا وطحنيه مباشره في الهاشوار. علاش نديرو ديك المعلقه النشا؟ باش ما يبقاش لنا نصو في هكذا شادنا في الجناب ديال الهاشوار. هنايا المهم انا بعد ما حكيته بالطريقه العاديه درت تقريبا جهد معلقه عامره ديال الزعتر، معلقه عامره ديال الزعتره، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. هذه هي التنسيمه باش نسم هذا الفرماج تيجي زوين المهم تنخرجوه من داك المذاق ديالو العادي. وتيبقى عندي هكذا من السم مقاد. راه المهم هذا الفرماج هكذا راه جربته معكم حتى العام اللي فات وجربوه الاخوات وعجبهم. صافي هنا غادي نحتفظ به في بواطه، غادي نخليه غير في الثلاجه هكذا للاستعمال اليومي. وقت ما بغينا غادي نلقاوه ان شاء الله. في نفس الوقيته انايا جابده الزعتره جابده الزعتر كلشي الحاجه اللي انا غنخدم بها في دقه واحده. هنا غادي نقاد الزيت باش تنسم البيتزا تجي زوينه البنات وفعلا تتعطى واحد التنسيمه زوينه. هنايا غادي ناخذ هكذا ورقات ديال سيدنا موسى، غادي نزيد عليهم شويه ديال الزعتر، شويه كذلك ديال الزعتره، واحد الثومه اللي تنخريوها هكذا بالجليفه ديالها، تنحاولها هكذا تنبجغها بالموس ولا حتى جوج طومات، حبات ديال القزبور حبوب. هاد الزيت تتبقى البنات مده طويله ولو انها تتقادى. تنضيفوا عليها تاني زيت اخرى وتتبقى شاده معنا واحد المده. ممكن نديروها هكذا البيتزا، ممكن تديروها كذلك حتى لي بات تتعطيهم واحد النسمه زوينه. من بعد ما تنديرو هكذا هاد الاعشاب ديالنا كاملين ازير. هنا وريتكم راه القزبر حبوب ماشي مطحون، ودوك الاعشاب ديالنا راه كلهم ميبسين مغسولين اكيد ومنشفين وميبسين. ما ديروهمش طريين البنات لانهم تيغمالوا. نتوما شوفوا هنا غادي ندير الثومه
هنا ممكن تديروا غير الزيت البلديه بوحدها، ممكن ديروا الزيت الروميه بوحدها. هنا غادي نخلط بيناتهم بجوج. راه حتى الزيت الروميه تتجي المهم تقريبا ما تيبانش المذاق ديالها. غادي نخليو تقريبا هاد الزيت واحد 48 ساعه من بعد نبداو نستخدموها. هنا غادي نخلطهم بجوج. هنايا عندي هكذا القزبور اللي غسلته قبل، اكيد نقيته وغسلته وخليته تنشف مزيان بغيت نقاد به هكذا. المهم غادي ندير منه جوج. واحد غادي نخليه ندير معاه الثومه، النص غنخدموه بالثومه والنص غادي نديرو غنطحنو هكذا هي بوحدو البنات. هاد الهشوار زوين وتينفعوا الله البنات، الا تينفع الصراحه. البنات اللي ما عندهمش تنصحك حبيبتي تاخذي لانه تينفع والله. المهم هنايا نتوما تشوفوا هي الواتي ديال القزبور يكون ناشف. انا غادي ناخذ هكا قرعه الزاج اللي منشفه من الماء ما فيها حتى قطره ديال الماء، وغادي ندير فيها النص من هذا القزبور والمعدنوس، والنص الاخر غادي نضيف عليه الثومه. غادي نخليه بحال هكا ديال الشرمولات ديال الحوت، وهذا نخلي شي حاجه اللي بغيت فيها القزبور بوحدو. هذا القزبور ما غاديش نحتفظ به في المجمد، غادي نخليه غير في الثلاجه. هذا تقريبا تيجي بحال الطريقه الاولانيه اللي كنا تنديروا نيت حنا في الاول، وكان الامهات ديالنا تيديروا اللي هو القزبور والثومه تندكوهم بالمهراز، وراه كانوا ما تيحتفظوا بهم لا في مجمد ولا في والو، وتيبقى مده طويله. صراحه كانت تتقدم لي عجوزتي مسكينه الله يرحمها، كنت في نهار المقديه ولا نهار الخضره هي اللي تتقعد تتصاوب لي هاد القزبور والثومه، تشد المهراز وتقعد بشوي بشوي تدكو تعطيه الخاطر. هذيك الساعه كنت ندوز لحاجه اخرى. اي والله يرحمهم جميعا. المهم هنا بعد ما درت الاخر كذلك في القرعه ديال الزاج، تنغطي عليهم البنات بشويه ديال الزيت المائده باش ما تيخسروش. ضروري اننا ندكوهم هكا بيدينا تنضغطوا عليهم هكذا بواحد المعلقه، وتنغطيهم بواحد شويه هاد شي معلقه هكذا كبيره ديال الزيت، هي تتبقى مغطيه عليهم باش ما تيخسروش، لانني غادي نحتفظ به غير في الثلاجه. هنا غادي نقاد داك الزيتون اللي تيجي هكذا مقطع. هنايا خديت الزيتون ديال الدار البنات، الزيتون اللي كنت شاركت معكم وكنت خدمت معكم، حيدت ليه العلفه. الزيتون راه مالح ومحمض وكل شيء، راه تبارك الله تيجيو غزال. المهم الحاجه ديال الدار لا يعلى عليها. خديتها البنات نتوما تشوفوا كما تنقولوا يديه في يدين خو الهاشوار ما مغسول ما والو، فيه القزبور وتا داك الزيتون غادي ندير فيه القزبور، غندير فيه مباشره ونخدم نستغل الوقت ونستغل كما قلت لكم الواحد يكون غير ذكي في شغله، الحاجه خدامه غنقادها في دقه واحده. المهم هنا خديت داك الزيتون اللي محيد من العلفه، درت معاه واحد هكذا واحد نص مصيره صافي، وانا نطحنوا البنات ما ضفت عليه حتى شي اضافه. درت ليه يور هكذا واحد جوج طحينات باش يجي هكذا بحال مقطع. في نفس الوقيته ها الزيتون عندي مقاد وراه هو فيه تا هو القزبور ديالو، ينفعني هكذا الحشوات عمري به. المهم تيخدم في الحشوات بزاف. علاش انا غادي نمشي نشريه دابا داير شي 26 درهم ولا اكثر. انتم تشوفوا راه دانيت اللي كان عندي في الاول، هذا راه عندي كان مطحون بزاف صافي، راه ما تيخسر ما والو، لانه الزيتون واخد الحق ديالو من الحامض وكذلك من الملحه، وراه تيبقى حتى هو مده طويله. علاش غادي نمشيو نشريوه؟ الا كان عندنا الزيتون نفضل انني نقادو في الدار. هنا باقي في الزيتون غادي نقاد واحد الزيتون اللي تيجي غزال، واحد الشرموله اللي تتجي مختلفه وتتجي بنينه يا البنات والله العظيم. المهم هكذا بغيتي ديري طويجين، بغيتي ترافقيه معاه، بغيتي حطيتي غير الخزواتاي وزويته بلديه تتحطيها هكذا في الطبيله. المهم تيجي زوينه البنات. حنا الزيتون هكذا مشرمل تنبغيوه بزاف. هنا اشنو خديت الزيتون هذا خليته بالعلفه ديالو، غادي نزيد معاه تقريبا نجهد نص كاس من العصير ديال الحامض. هذاك عندي العصير ديال الحامض غادي نضيف تقريبا معلقه ديال القزبر اللي هو مع الثومه،
هنا عندي البنات العصير ولا داك العسل ديال المصير. داك العسل ديال المصير شوفوا تبارك الله كيفاش داير خاطر، اللون ديالو كحل. هذا راه ديال المصير اللي كنت خدمت معكم العام اللي فات. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الكمون وشويه ديال الزويته بلديه، تقريبا جات شي نص كاس صافي. هادو هما المكونات اللي غادي نديرو لهاد الزيتون. تيجي زوين يا البنات، جربوه بهاد الطريقه راه ما تشبعوش منه والله العظيم، الا تيجي غزال غزال، وتا هو راه تيبقى مده طويله ما تيخسر ما والو الحمد لله. هنا البنات غادي نشرمل معكم الدجاج. هنا عندي قطع ديال دوك الفخيضات الصغيورين، ديال دوك الفخيضات التحتانيين ولا المعروفين يمكن الكويس سميتهم، ديال الدجاج. هانتوما تشوفوا هاد الرجيلات، وعندي جنيوحات مقطعهم هكذا على جوج. هنا بغيت نشرملهم البنات. غادي نشارك معكم واحد الشرموله بسيطه، الشرموله المغربيه ديالنا العاديه. هنا نتوما تشوفوا الجن حتى تنقسموا من داك المفصل ديالو حتى تناخذ يوليو عندي هكذا طريفات بهذا الشكل، وغادي ان شاء الله نشرملهم معكم. هنا غادي ندوز للعطريه. هنا غادي ناخذ واحد المعلقه عامره من داك القزبور اللي بحرا طحنت معكم، القزبور اللي فيه الثومه. غادي ندير تقريبا نص معلقه صغيره من البزار، نص معلقه صغيره من الخرقوم، نص معلقه ديال السكنجبير، نص معلقه ديال التحميره، ونص معلقه ديال الكمون، وجهد معلقه عامره صغيره ديال صلصه الصوجا، مشات ليا داك كذلك داك العسل ديال دا ولا داك الماء ديال المصير. غادي ندير منه تا جهد جوج معلقات صغار. معلقه كبيره عامره من عصير ديال الحامض، وغادي نشرمل هكذا هاد الدجاج كامل. ما غاديش نضيف الملحه لان العصير ديال الحامض تيكون مالح، هاد الماء ديال المصير تيكون مالح البنات. صافي هنا غادي نشرمل هاد الدجاج مزيان بهاد الطريقه. هنا غادي ندوز معكم الهريسه، واخا تكونوا حفظوها معايا في القناه ولكن غادي نعاودها معكم. هنايا عندي تقريبا جاد ربعه ديال الفلفله الحمراء الحاره. هنا تشوفوها نتوما البنات، ديك الفلفله راني قبضتها قطعتها القطع، حيدت ليها الزريعه وحيدت لها داك الراس الفوقاني، وضفت معاها جوج فليفلات حلوين. عندي هنا هاد الفلفله ما لقيتش الفلفله الحمراء كلها، خضيتها ديفا فلفله حمراء وخضراء ماشي مشكل. المهم علاش الدور تاع الفلفله الحلوه انها تتكسر ليها داك الجهد البنات ديال الحروره، لان تتكون حاره بزاف ما يتمكنش اننا نديروها كلها هي حاره، ضروري نخلطوها كذا شوي شوي لانها تتكون قاطعه. هنا غادي نضيف معها واحد نص كاس ولا كاس تقريبا ديال الماء، واحد الكاس ديال الماء، ودرت تقريبا واحد نص حامضه اللي محيده ليها القشره ديالها. خليت كلشي العناصر، سديت الكوكوط وخليتهم تقريبا واحد 20 دقيقه حتى بدات الكوكوطه تصفر، وانا نطفي عليها لان الفلفله دغيا تطيب. درت معاهم واحد المصيره وغادي نطحن هذا الشيء كامل، طحنتهم غير بالميكسور. من بعد ما نطحنهم غادي نزيد عليهم واحد المعلقه صغيره ديال القزبور اليابس ومعلقه صغيره تكون نيت عامره هكذا ديال الكمون. من بعد غادي نديرهم البنات على نار اللي غادي تكون هكذا متوسطه، ونخليهم تيتبخروا تماما من الماء اللي تيكون فيهم،
بحال شكل تنشحروا هاد الفلفل البنات، ياك فهمتوا. هنا غادي نضيف تقريبا واحد نص معلقه ديال الملحه، وما هو القزبر اليابس والكمون، نص معلقه ديال الملحه، وغادي نخليهم بحال حتى يتشحروا يتبخروا لنا من الماء. زدت معاهم تقريبا 2 معالق ديال الزيت البلديه، وها الهريسه ديالنا تتكون واجده، تتجي صراحه زوينه البنات. هنا عندي مطيشه صراحه بقات ليا كدا في الثلاجه مده، عرفتها بتخسر، قلت علاش لا ما نقطعها كدا بغيت نطحنها بطريقه عاديه. تنخليها بالجلفه ديالها، غادي نطحنها نخليها كدا، لا بغيتها هي الحريره ولا شي حاجه. انا الصراحه التحضيرات البنات تينفعوا بزاف. هنا غادي نقاد معكم المايونيز ديال الدار اللي ما تيخطانيش الحمد لله. من نهار جربت هذه الوصفه ديالو ما بقيتش تنشري نهائيا، وغادي تشوفوا في الفيديوهات المقديره ما تنشريش المايونيز. هنايا خديت كاس ديال الحليب، غادي نضيف معاه تقريبا هكذا، المهم القياس اللي غادي يملح. غادي ضفت معاه جهد قبيصه شويه ديال الثومه غبره، تتبقى اختياريه، ممكن ديروها ممكن ما ديروهاش. 3 ديال الفرماجات البنات مثلثين، جهد 2 معالق عامرين ديال الخل. غادي نطحن هاد العناصر كامله، كلشي درتو في مولينكس البنات. من بعد هما تيطحنوا، المهم الملحه ضروري على حسب الذوق. هما تيطحنوا تنحلوا الغطاء ديال مولينكس ولا ديال الخلاط الكهربائي ديالنا، ديك التقيبه اللي تتكون في الغطاء تنبداو تنضيفوا. هانتوما تشوفوا انا عليت لكم باش يبان لكم هاد التقيبه. تنبداو تنديروا الزيت، تنحاولوا نهزو يجينا شويه الفوق، ونبداو تنضيفوا الزيت والماكينه خدامه، فهمتوا. تندخلوا هاد الزيت تدريجيا تقريبا تتدي معنا جهد بين نص كاس حتى الكاس الا ربع على حساب القوام ديال المايونيز. ما حدنا حنا تنطحنوا وهو تيعقد وهو تيختار وتيعطينا القوام اللي بغينا. صراحه هذا المايونيز تيجي زوين، تيجي كريمي، تيبقى المده ديالو الا كانت الثلاجه مزيانه تحتفظي به في الثلاجه غير تحت فقرعه ديال الزاج اللي تكون منشفه من الماء، فيها حتى قطره ديال الماء، ممكن تخليه عندك في الثلاجه. الا كانت الثلاجه كما تنقول لكم مزيانه تخليه حتى 20 يوم ما تيوقع به والو. الا كانت الثلاجه هكذا غير المهم ما تتبردش مزيان ولا، راه المده ديال الاحتفاظ به بين 5 ايام حتى لسيمانه. انا تيبغيو ليا الوليدات بزاف مع الفريت ولا، وهذه هي الطريقه اللي دائما تنخدم والحمد لله ما عمرها حشمتني. هنا راه حتى تيدار في الثلاجه، وراه ولو انه تيبان لك القوام ديالو هو عقاد، تتبقاو تندوروا حتى تيبان لينا ان الموس ولا تقريبا تيدور في الخوا صافي تنحبسو. راه وحيت نديرو في الثلاجه ما حدو هو تيبقى تيبرد وهو تيعقد، تيولي كريمي البنات وتيولي عاقد. هنا هما التحضيرات ديالنا بعد ما كملتهم كاملين. ننصحكم البنات بهم والله البنات الا ننصحكم بالتحضيرات المسبقه، راه تينفعوا بزاف تينفعوا بزاف. تنقصوا عندنا الجهد، تنقصوا عندنا المصروف بالنسبه للفلوس، ما تنخلوش الاشياء ديالنا تضيع، وتنفعونا. كنا ما مسالينش عندنا شي شغل هذا وكذلك اننا تنقدوا شغلنا بيدينا. عرفنا اشنو تنعطيو لوليداتنا. هنا الهريسه تجي خطيره، كذلك الفرماج هذا راه باين. هنا المهم الدجاج اللي شر من نلت معكم تما البنات، درت معكم درت الزيتون الكحل ما صورتوش معكم، ولكن عرفتكم طريقته، غير خضيتو درت معاه الزعتر والزعتره وحبات ديال القزبور حبوب صافي. ما هاد الزيتون راه مقاد ومشرمل، المهم ملح كما تنقولوا مقاد مالح. زدت معاه هي الزعتره والزعتر والقزبور حبوب حتى هو تيجي غزال. المهم زيت كما قلت لكم الزيت ديال البيتزا حتى هي جربوا البنات هاد الوصفات ولا هادشي اللي خدمت معكم اليوم. هاد الزيتون كذلك المشرمل تيجي زوين. ما تنساونيش من لايك، نتمنى الفيديو يعجبكم تكونوا خديتوا منه ولو فكره. ما تنساونيش من لايك. الله يجزيكم بخير والى فيديو اخر ان شاء الله.